الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مساء اليوم السبت 24 من شهر ذي القعدة من عام 1432 للهجرة، الموافق 22 من أكتوبر من عام 2011 للميلاد، مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد أن من الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية لاستكمال علاجه في العيادة الطبية في قصره العامر، وذلك بعد رحيل أخيه سمو ولي العهد رحمه الله. وقد وجه رعاه الله خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم النبيلة تجاهه وأيده الله. كما عبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص شكره وتقديره لكل من سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.